في دراسة بتقول إن الناس اللي بتاخد أوزempic بعد ما بتوصل لأهدافها وتوقف استخدام أوزempic بترجع تزيد في الوزن تاني، ودي المشكلة اللي هتكلم فيها في الفيديو النهاردة. فلو بتاخد أوزempic أو لو بتفكر تاخد أوزempic ركز معايا قوي عشان هتكلم في الحلول. في دراسة اتعملت في أغسطس 2022 للمتابعة على دراسة اتعملت في مارس 2021 للبحث في اعتماد واستخدام مادة السيماجلوتايد في علاج السمنة. الدراسة الأساسية دي كانت تتضمن 1961 شخص وكانت لمدة 68 أسبوع. المهم الناس خست، العلاج فعال والناس بقت بتستخدمه والدكاترة بقت بتوصفه. بس ايه اللي هيحصل لما نوقفه؟ السؤال ده اتجاوب عليه في متابعة الدراسة لما العلماء تابعوا 327 مشترك وتابعوا معاهم حاجتين، الوزن والكارديو ميتابوليك امبروفمنتس. يعني ايه الكارديو ميتابوليك امبروفمنتس؟ يعني تابعوا مؤشرات الحيوية زي الضغط والسكر لحد مشاكل القلب. طبعا كل الناس اللي وزنهم نزل مع اوزempic كل المؤشرات دي كانت متحسنة جدا عندهم، ولكن المشاكل الحقيقية ظهرت لما جينا نشوف ايه اللي هيحصل للناس اللي وقفت اوزempic. لقيناهم وفقا للبحث تلتين وزنهم اللي خسروه رجع تاني، وطبعا التأثيرات الإيجابية على الضغط والسكر والقلب كلها اختفت. وده طبعا خبر سيء جدا جدا وخلى دكاترة كتير تتساءل عن مدى جدوى استخدام اوزempic أو الحاجات المشابهة ليها. بس أنا شايف إن في سوء تفاهم وسوء استخدام لأوزempic هو اللي أدى للمشهد اللي إحنا شايفينه. يعني أنا بالنسبة لي كنت شايف الموضوع منطقي جدا وكنت متوقعه من قبل ما أي تجارب تحصل. اوزempic مجرد وسيلة هتساعدك تخس، مش علاج سحري هيخلصنا من السمنة زي ما حرفيا الناس بتروجنا. والوسيلة دي بتخليك شبعان مش عايز تاكل، ولما بتاكل بتبقى مش قادر تكمل أكل، فبالتالي عدد السعرات الحراريه اللي داخلالك كل يوم بتقل بطريقه دراميه. وبكده نبقى حلينا اكبر مشاكل اي حد عايز يخس بيعاني منها، وهي الجوع. انت ما بقتش محتاج قوه اراده طول ما انت بتستخدم الوسيله دي، ولكن بديهي جدا لما توقف استخدام الوسيله اللي بتتحكم في جوعك هتجوع. والسعرات الحراريه القليله اللي انت كنت بتاكلها ومتعود عليها مع اوزempic هتزيد، وكمان غالبا انت هترجع لنفس عاداتك في الاكل اللي كانت وصلتك للوزن ده في الاول. طب كده الحل ايه؟ الحل في رأيي إن أنت من أول ما تيجي تستخدم حاجة مسهلة عليك فكرة الدايت وبتتحكم في جوعك، إنك تتعلم إزاي تاكل وتشوف مثلا محتوى أو فيديوهات عن طرق الأكل الصحية زي الفيديوهات اللي أنا بعملها دي. المهم إنك تثقف نفسك وتتعلم إزاي تاكل وإزاي تحسب كالوريز بدقة وتدرب نفسك على ده، وأنت مش شاغل نفسك بقى بالجوع ومش شاغل نفسك هل أنا هخس الأسبوع ده ولا مش هخس. أنت معاك حاجة مأكدة لك إلى حد كبير إن أنت هتخس. أنت بتستخدم وسيلة عظيمة، إحنا في 2023 ومشكلة الجوع والسمنة بقى الحل بتاعها حقنة في الأسبوع. ساعتها هتوقفها وقت ما توقفها وهتلاقي معاك المهارات اللازمة اللي هتخليك تعرف تنقي الأكلات اللي تتحكم في شهيتك، زي الأكل الصحي اللي هو كمية كبيرة منه فيها سعرات حرارية قليلة قوي. ده هيفيدك جدا لو وقفت حاجة زي اوزempic، وده هيخلينا أخدنا الحلو من الوسيلة دي من ناحية الصحة ومن ناحية الوزن، ولما وقفناها وزننا ما زادش واحتفظنا بنتائجها طول حياتنا. الخلاصة عشان لو حد تاه مني مرة كمان، أنت هتاخد اوزempic ولو بطلتها شهيتك هترجع وبالتالي هتاكل أكتر وبالتالي وزنك هيرجع يزيد تاني. علشان تحتفظ بالنتائج وانت بتستخدم اوزمبيك لازم تتعلم ازاي تاكل، لازم تتعلم ازاي تحسب كالوريز بدقة، لازم تتعلم ازاي تختار اختيارات صحية من الاكل. شرفت جدا بمتابعتكم واتمنى يكون في حد استفاد كالعادة. اشوفكم على خير ان شاء الله.